انت عارف ان الحشرة اللي انت شفتها قدامك بتجري تحت المخدة ممكن تكون اقل دليل اهمية في الاصابة كلها، لان باقي الفراش لما بيظهر ما بيقولكش هو عايش فين، هو بس بيقولك ان خلي بالك في نشاط قريب من المكان اللي انت لقيت فيه الحشرة. فعشان كده اثناء المعاينات ما بنسالش الناس انت شفت الحشرة فين، السؤال الاهم بالنسبة لنا ايه اللي موجود حوالين المكان ده، هل في اثار فضلات، اثار انسلاخ للحشرة، هل في بؤر للحشرة واضحة، هل في اثار للبيض موجودة، لان حشرة واحدة ماشية على الملاية ممكن تكون خرجت عشان تقرص، لكن لما تجمع الادلة كلها هتعرف انك قربت جدا لمكان تواجد الحشرة. ودي غلطه بتحصل كتير جدا. الناس بتشوف حشره باقي الفراش موجوده على السرير فيرشوا السرير كله او حتى يتخلصوا منه، وبعد يومين يبدا يشوف تاني على الحيطه فيرش الحيطه كلها، وبعد كده تظهر في دولاب او كومودينو موجود جنب السرير فيبدا يرش ورا كل حشره بيشوفها. لكن دايما في الفحص احنا بنعمل العكس تماما، احنا مش بنجري ورا كل حشره بنشوفها علشان نرشها، احنا بنحاول نفهم توزيع النشاط للحشره. بنبدا دايما من اماكن النوم، بعدين نبدا نفحص كل الاماكن اللي ممكن الحشره تبقى موجوده فيها، وفي بعض الحالات بنبدا نوسع كمان دايره الفحص لو في عندنا اثار واضحه لان الحشره بدات تهرب شويه في زوايا الحيطه. وده مهم جدا لانك انت ممكن تلاقي عشيره من الحشره موجوده في اماكن ضيقه جدا انت ما كنتش متوقع انها تبقى موجوده فيها. عشان كده مش كل مكان في الاوضه بيتعامل بنفس المعامله، في نقط اختباء محتاج انك انت توصل لها بشكل مباشر، وفي مسار حركه انت محتاج انك انت ترشه، وفي مساحات او في اماكن مش موجود اصلا عليها اي دليل ان الحشره ممكن تبقى موجوده هنا، لانك انت مش من الطبيعي انك انت تعامل الاوضه كلها على اساس ان كل الاماكن موجود فيها حشره باقي الفراش. وخلال سنين شغلنا مع حشره باقي الفراش من اهم الحاجات اللي بتفرق ان ده فعلا فحص حقيقي ولا فحص سريع انك انت ما تبصش بس على الحشره اللي ظهرت، تبص على كل الادله اللي بتشير على مكان البؤر، لان باقي الفراش ممكن يستخبى من قدام عينك، لكن لما تبص على اثاره وفضلاته واماكن الاختباء بتاعته الصوره تبدا تتكون عندك الحشره بالظبط موجوده فين. وساعتها بدل ما تقول انا ارش فين هتبدا تقول انا هبدا المعالجه ازاي، لان كل مكان من البؤر بتاعه الحشره ليها طريقه معالجه مختلفه عن الثانيه، وممكن في خطتك تحتاج اكتر من طريقه مكافحه، بدل ما تستخدم حاجه واحده تستخدم اكتر من وسيله علشان تقدر تتخلص من كل الحشرات اللي موجوده عندك. مكافحه باقي الفراش مش مطارده ورا الحشره اللي ظهرت قدامك ورصتك، هي فحص دقيق عقبال لما تلاقي فين البؤر الحقيقيه اللي موجوده فيها الحشره. لو عايز تعرف معلومات اكتر عن بيضات الحشرات تواصل معايا.